ازاي ابني تصميم جرافيك مظبوط على اساس صحيح؟ اول حاجه انا عملت لك كده زي سلم. السلم ده كل درجه فيه مهمه جدا، وكل درجه ليها اهميه كبيره قوي. علشان تعمل تصميم ناجح لازم تصعد السلم ده خطوه خطوه. اول درجه معايا في السلم وهي التكوين، الكومبوزيشن. علشان تعمل تكوين في التصميم بتاعك مظبوط لازم طبعا تتعلم اشكال التكوين عامله ازاي. سواء شرحت عندي على قناه اليوتيوب درس اسمه التكوين، بشرح في انواع الكومبوزيشن، لازم تتفرج عليه علشان تقدر تتقن انك ازاي تعمل كومبوزيشن. طيب هشرح لك في تصميم كده بشكل عملي. انا استخدمت كومبوزيشن هنا اسمه الرول اوف ثيرد. تمام، كومبوزيشن الرول اوف ثيرد هنا لما استخدمته هو عباره عن ان انا بقسم الصوره عندي لثلاث اتلات زي ما انتم شايفين، وعندي في النقط اللي هي الموجوده عندي هنا دي اللي انا بعمل عليها علامه اكس. النقط اللي انتوا شايفينها قدامكم لازم يتقابل عندها العناصر بتاعتي. تقابل معايا العنصر بتاع الكاركتر والعنصر بتاع البرودكت اللي موجود معايا في الديزاين، وعملت تكوين ان انا قسمت الصوره لثلاث اتلات. تعالوا بعد كده نشوف كمان في رقم 2 التوازن اللي هو البالانس. لما وزنت التصميم بالشكل ده خليت الكتله اللي موجوده هنا زي الكتله اللي موجوده هنا، وكمان خليت الكتله اللي على اليمين زي الكتله اللي موجوده عندي على الشمال. ولما حطيت الجزء ده حطيت قصاده جزء يرد عليه الناحيه التانيه من فوق، او الجزء ده حطيت عليه الجزء بتاع الجبل بتاعي علشان يبقى التوزيع بتاع العناصر عندك فيه بالانس. طبعا مهم جدا انك تعمل بالانس في التصميم علشان عين المشاهد ترتاح لما يشوف التصميم بتاعك. وبرضو انا بشرح البالانس ده وهتلاقوا الدرس بتاعه موجود على اليوتيوب. الدرجة رقم 3 وهي التضاد، الكونتراست. لازم يبقى في كونتراست في العناصر، سواء حتى في الألوان أو حتى في أحجام العناصر بتاعتي. يعني مثلا أنا عندي كونتراست ما بين اللون الأصفر اللي موجود هنا ده وما بين اللون التروبيكال اللي موجود حتى في المية واللي موجود عندي في السماء. وفي برضه كونتراست في الأحجام ما بين الطيور اللي موجودة هنا وما بين الطيور اللي موجودة هنا، وما بين علبة التونة والأشخاص والأسماك، وبرضه توزيع البارلز وتوزيع السفينه والمركب عندي. ده كله بيديك برضه اريحيه وانت بتتفرج على التصميم بتاعك. وطبعا ده بيخلي اي حد يشوف التصميم خلاص عينيه ترتاح، فطبعا يقدر يشوف العنصر ويتشد التصميم. لكن لو التصميم مش معمول على اساس مظبوط اي حد هيتفرج على التصميم بتاعك مش هيبقى عايز يكمله، وفي الغالب مش هيهتم بيه ان هو يشوفه. في عندي عنصر قوي قوي ومهم جدا كمان، الخطوه اللي بعد كده بنبنيها. طبعا السلم ده بالترتيب لازم لما تيجي تعمل تصميم بنبدا بالكومبوزيشن، حتى لو هنعمل سكتش دامي بعد كده بنوزع العناصر بيبقى فيه بالانس، يبقى فيه كونتراست برضه في التوزيع، ونخش على حته الالوان. الالوان بقى مهمه قوي وهي السلمه رقم 4 عندي. علشان تصميمك يبقى مريح اكتر للعين ويكون مظبوط لازم تمشي على الوان معينه. وفي درس يا جماعه والله كنز انا حاطه على اليوتيوب اسمه اسرار اختيار الالوان. الدرس ده لازم تتفرجوا عليه، هتعرفوا ازاي بقدر استخدم الالوان في التصميم بتاعي. قبل حتى ما ابدا فيه لازم تحدد لنفسك باليت وتشوف انت مثلا هتستخدم النوع من الالوان ده ولا لا، لان الالوان انواع. تمام، في منها التريد كولرز، في منها انواع كتير قوي تقدر تستخدمها كومبلمنتري. الحاجات دي هتتعرف عليها لما تتفرج على الدرس ده. فانا هنا استخدمت نوع معين او مود معين من الالوان اللي هو ظاهر فيه اكتر حاجه الاصفر والاورنج علشان البرودكت بتاع التونه، والتروبيكال كولرز واللون اللي هو السماوي بتاع السماء بتاعي. بعد كده عندك في حاجه اسمها الدبث، العمق في التصميم. لو ما فيش دبث عندك في التصميم، لو بتعمل فوتو مانيبيوليشن مش هيبقى طبعا في عندك عمق. هتحس ان الحاجه 2 دي موجوده اكنك رص الحاجه، مش هيبقى فيه بعد عندك. فانت الدبس ده بيتعمل على حسب بقى انت مثلا هتحط جبال ورا، لو بتعمل فوتو مانيبيوليشن هتحط شويه كلاود او سما خفيفه هنا فهتبين ان في فيدد، في فعلا بعد، الموضوع مش قريب من بعضه. فده مهم قوي انك تحطه في العنصر بتاعك وتكبر عناصر وتصغر عناصر، فده بيديك دبس في البروجكت اللي انت بتشتغل عليه. السلمة عندي رقم 6 وهي الظل، الشادو. طبعا الشادو لا خلاف عليه ان انا لو عملت شادو صح وعلى اساس سليم فالشادو عندي فالتصميم عندي هيطلع مظبوط. زي ما انتم شايفين كده الشادوهات هنا عامله ازاي، بحدد مصدر الاضاءه فين وبعد كده برمي الشادوهات سواء على السمكه او على كده. ده بيدي التصميم بتاعك واقعيه عاليه قوي. تمام، فالشغل على الشادوهات طبعا ممتع، وبرضه انا شرحت الشادوهات دي وياما اتكلمت عنها فيديوهات عندي باستفاضه عاليه قوي. في بعد كده الاضاءه، والاضاءه طبعا مقابله للظل، فده موجود لازم يبقى ده موجود. في عندي حاجه مهمه قوي السلمه رقم 8 وهي التفاصيل.
التفاصيل لازم تهتم بتفصيلة كل حاجة بتشتغل عليها. يعني مثلا القص، وانا بقص التصميم بتاعي، بصوا هنا يا جماعة مش هتلاقوا فيه غلطة، خلاص القص عندي بيرفكت، انا هنا بقص بطريقة بيرفكت تمام. ما ينفعش بقى يبقى فيه حتة بيضة، ما ينفعش يبقى فيه حتة مش عارف ايه، لازم يبقى كل حاجة مظبوطة عندي في التصميم، ولازم اهتم بتفاصيله حتى لو المشروع هياخد مني وقت كبير، اهتم بيه عشان خاطر يطلع معايا تصميم احسن. ما تستعجلش ابدا وانت بتصمم. سر المصمم الشاطر ان هو ياخد وقته، طبعا مش وقت طويل قوي، ما يقعدش 3 4 ايام لو هو مثلا بيعمل تصميم مش مستاهل، لا، لو تصميم مثلا بسيط وهو محدد هيعمل ايه، فهياخد منه مثلا 3 4 ساعات 6 ساعات ساعتين ساعه، المهم يديله حقه، المهم يكون يستحق الوقت اللي هو حاطط له ده، ما يبقاش اقل وما يبقاش اكتر ومأفور معاه. الخطوط اللي هي التيبوجرافي، طبعا درس التيبوجرافي ده برضو انا شرحته على اليوتيوب عندي ده، ولازم تهتم بالتيبوجرافي كويس جدا، ولازم الخط اللي انت تستخدمه جوه التصميم يبقى بيعبر عن المضمون بتاعك. زي مثلا في الكورس بتاعنا اللي هو الكولاج ارت، احنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل يعني حاجات قديمه، بنتكلم مثلا عن الخديوي اسماعيل، فالخديوي اسماعيل لازم يبقى ليه فونت معين، ما ينفعش استخدم فيه فونت فاني، يعني هيخرج بره السياق. هنتكلم مثلا على المعركه بتاعه طوفان الاقصى، ما ينفعش الفونت ده يبقى برضه ضمي او يبقى مثلا حاجه طفوليه، هيخرج بره السياق ومش هيبقى حلو قوي، هتحس ان في حاجه غلط يعني. فلازم تحس ان الفونت ده ياخد من روح ايه العمل بتاعك. وده طبعا ليه تمرينات كتيره قوي وبيجي من الخبره، بس انا اعمل لك التمرينات دي برضو على القناه عندي. واخر حاجه عندي السلمه رقم 10، وهي ايه؟ جوده الصور. مهم قوي انك وانت بتشتغل على التصميم بتاعك تختار صور ليها كواليتي عاليه. مهم جدا انك الكواليتي بتاعك ما تبقاش قليله، عشان اولا الصور ما تبقاش مبكسله، العمل بتاعك يطلع ناجح ويطلع اتش دي. طبعا اللي انا بقول لكم ده والله العظيم اسرار، لو انت حافظت عليها ومشيت بيها وطلعت السلم بالترتيب، صدقني وهتقول كده في يوم من الايام ان انت عملت تصميم ناجح بفضل ان انت طلعت السلم خطوه خطوه، وفضل ان الفايل اللي انا بشرحه لك ده دلوقتي، سواء هتعمل كولاج ارت او حتى هتعمل اي تصميم، اهتم ان انت تطلع السلم ده درجه درجه، اوعى تعمل درجه فين. تخيل كده لو انت طالع سلم في اي حته، سلم مول او سلم اي سلم البيت عندك، ولقيت مثلا ان في سلمه مش موجوده، هتعمل ايه؟ هتنط سلمه تانية، بس هيصبح يبقى فيه خلل. يعني مثلا لو نفترض سلمه العمق دي وقعت تمام، وانت نطيت من الالوان للظل، وهتحس ان في خلل، يعني في حاجه عندك مش مظبوطه، محتاج ان انت تعوض السلمه دي عشان تطلع مظبوط، تطلع سليم، عشان تخاف انك تقع في مره. تخيل بقى لو انت عندك مفيش سلم اضاءه، مفيش ظل، مفيش عمق، عايز تنط من الالوان على التفاصيل على طول، يعني انت اصلا مش هتقدر تنطها، خلاص يعني خلاص وقعت العمق، خلاص وقعت العمق والظل والاضاءه. فاهمين قصدي؟ فاهمين انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انت لازم تمشي على الفايل ده بالترتيب، وخلوا الفايل ده يا جماعه معاكم عشان تعرف ازاي تعمل تصميم ناجح وتصميم